اصل احنا عندنا الرخصه الافريقيه فهنلعب بدل كلها، احنا خدنا الرخصه الافريقيه. انتوا عندكم قضايا ايقاف قيد كتير في الفيفا فاحنا هنلعب في افريقيا بدل. لا خلصنا القضايا خلاص. طب انتوا عليكم فواتير غاز وميه وكهرباء لازم تدفع من سنه كذا. هو انا رايح اخد رخصه عشان افتح محل كبده؟ اسكت بقى اسكت بقى. صدعتنا بزنك وصريخك ودبدبتك على الارض يا اهلي. لكل مجتهد النصيب، وانت ما اجتهدتش السنه دي، عايز تاخد مجهود غيرك وتروح تلعب بيه وتنجح ازاي يعني؟ عيل كسول وبارد وبليد وصايع وما فتحش كتاب من اول السنه، جاي قبل الامتحانات بكام يوم بس عايز يلم المنهج كله وينجح. لا ومن بجحته عايز يطلع الاول كمان. معلش انا عايزه اتناقش مع الاهلاويه المحترمين اللي عندهم عقل. انسوا ان اللي قدامكم دي بتكلمكم واحده زملكاويه. معلش يعني يا اهلي، هو انت ايه مفهومك عن كلمه الفشل؟ طبعا كلمه وحشه جدا وصعبه على اي حد فينا، لكن دي بدايه لتصحيح المسار عشان ترجع تاني لطريق النجاح. بدايه لانك انت تصحح ورقك تاني من اول وجديد وتعيد ترتيبها. بدايه انك انت تصحح الاخطاء اللي وقعت فيها وما تعملهاش تاني. لكل جواد كبوه، عادي، محدش فينا ما بيفشلش. عمي اقوى فرق في العالم بتفشل عادي. ريال مدريد ما هو طلع بموسم صفر السنه دي، مانشستر سيتي ما عملش حاجه خالص، وغيره وغيره. يا اهلي انت كيان كبير وقوي وليك صيت مسمع بره في العالم كله، واللي يقول عكس كده يبقى بني ادم ما بيفهمش كوره، يحب يطبل ويزغرط بس. انت بدل ما تدور على زله للزمالك وبدل ما تفكر انك تهد الزمالك، فكر ازاي تبني فرقه الاهلي من اول وجديد. وفي فرق ما بين العقليتين، عقليه انك تهد نادي الزمالك وعقليه انك تبني فرقه الاهلي، والعقليه دي هي اللي هتكسبك البطولات. عايز ترجع وتقف تاني على رجلك يا اهلي؟ العب برجوله، العب في الملعب، بطل شغل الضرب من تحت الحزام، بطل الصفقات الكيديه اللي انت بتحاول دايما تخرب بيها نادي الزمالك عشان تبني بيها نفسك. بطل تعلق اخطائك على شماعه التحكيم اللي احنا من زمان كنا دايما بنشتكي منه وبنقول ان هو اسوأ حاجه في الكره المصريه. بطل تستنى من الحكم الفلاني ان هو يحسب لك ضربه جزاء او يحسب لك الجون الاوفسايد. ده انت لو سمعت ان في لاعب عدى من جنب سور نادي الزمالك هوب بتجروا تخطفوه قبل ما يروح يمضي مع نادي الزمالك. هات لعيبه رجاله قلبها على النادي وعلى الجمهور بيعملوا لهم الف حساب، مش بس فالح تتفق لي مع بن شرقي وبن غربي وبن رمضان وكيكو وميكو وكلهم مش باصين الا على الفلوس وبس. خلي هدفك الاساسي يا اهلي انك ترجع هيبه الاهلي تاني من اول وجديد في قاره افريقيا وفي مصر وفي العالم كله. ما يبقاش هدفك الاساسي انك تهد كل الفرق اللي موجوده في الدوري المصري. مش النجاح والمكسب انك تحط ابنك في فصل كله عيال خيبانه وكسلانه وما بتذاكرش وتقول ده ابني نجح وطلع الاول. الشطاره انك تحط ابنك في فصل كله عيال متفوقه واذكياء وبتنافس نفسها وهو كسبهم كلهم وطلع الاول. هو ده التفوق اللي بمعنى الحقيقي، وهو ده اللي الزمالك عمله بمنتهى البساطة. تفوق على نفسه ب 14 لعيب بس، واللاعب الأساسي اللي في الملعب ما كانش قصاده غير بديل واحد بس على الدكة، مش اتنين وتلاتة واربعة. فاستهدى بالله يا أهلي كده وراجع نفسك وعيد ترتيب حساباتك والعب برجولة أهم حاجة، بس في الكونفدرالية، وبطل صداع بقى.